حماتي جابت العيد لحد عندنا، رمضان خلاص كده بيودعنا والعيد اهو على الابواب، كل سنه وانتم طيبين ويعود علينا الايام دي تاني واحنا في اتم صحه وسعاده وراحه بال يا رب اللهم امين. يلا نشوف بقى حماتي عملت لنا ايه في العيد او قبل العيد. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا وانا بسجل الفيديو ده الكحك اللي احنا هنعمله النهارده ده اتاكل وخلص بجد من حلاوته. يلا نشوف كده عملنا ايه مع بعض. انا لحقتهم كده ان انا اصور لكم الموضوع وهقول لكم ايه اللي حصل بالظبط وكل المقادير المظبوطه للكحك، وبجد هيطلع معاكم يعني روعه. اول حاجه كده حطيت 2 كيلو دقيق، حطيت عليهم ذره ملح للسنه، يعني حاجه بسيطه خالص، حطيت سمسم، حطيت ريحه كحك في مقام تقريبا كل حاجه كده مثلا 3 معالق ولا حاجه. كمان سمسم وريحه كحك وذره ملح، بس كده. كل كيلو من الدقيق هتحط عليه رطل سمنه بلدي، رطل سمنه بلدي يعني تقريبا في مقام نص كيلو او كوبايتين وربع تقريبا، حسب الدقيق بتاعك طبعا. كل دقيق بيختلف عن التاني، بس انت هتختبري الدقيق كل شويه زي ما انا هوريكي كده دلوقتي. يبقى حطينا احنا كده 2 رطل سمنه بلدي على 2 كيلو دقيق، وكمان ذره ملح والسمسم وريحه الكحك. وهنبدا اول حاجه كده هنعملها في الكحك ان احنا هنلم كل السمنه، بنلمها بس كده بالدقيق، مش بنعمل حاجه ثانيه، وهنبس فيه زي الطريقه اللي انتوا شفتوها قبل دي على طول، بايدينا الاثنين كده، وبنبس الكحك علشان